طيب هنخش في بوينت تانية ليها علاقه بالاكل بقى. اوكي. انا اعرف ناس كتير وانا نفسي كان بيحصل لي الموضوع ده في وقت انا كنت ملتزم فيه في الجيم زي ما قلت لك، وبتيجي تلاقي انك وراك حاجات كتير جدا جدا جدا، مسحول في العياده، نزلت متاخر من البيت فما قدرتش تاخد اكل معاك من البيت، فما فيش اكل هيلسي. تعمل ايه في ايامك وتظبط اكلك ازاي في وسط زحمه العياده الرهيبه دي؟ طب انت بتاكل ازاي؟ يعني انا خلينا بقى في الكيس بتاعتك، لان اكيد تمام. اللي انت شرحته ده ديفنتلي موجود في ناس كتير قوي من هو القعده هو بتهيألي يعني اظن ان اي حد حاول يعمل دايت فهي دي بتبقى مشكلته الازليه. هو بيصحى الصبح وذر ستودنت على فكره او بيشتغل، أكيد، بيصحى الصبح أكيد. عنده جامعه وعنده سكشن، فهو بيصحى متاخر عايز يلحق يجري على طول. انت بتعمل ايه؟ انا كأستاذ بعمل ايه في الموقف ده؟ انا 90% انت بتعمل نفس الناس بتعمله، فانا عايز يعني ابيك من الحته بتاعتك. يعني ان انا ما خدتش اكل من البيت بعمل ايه؟ بالظبط. بحاول يعني يومك ماشي ازاي؟ يعني خلينا كده ناخد يوم عشوائي جدا. تمام. بتصحى الصبح، انت مستعجل، ميعادك الساعه 9 وصحيت الساعه 8 يا دوبك تلبس وتنزل. لبست ونزلت ورحت، اكلت ايه بقى في اليوم ده؟ اليوم ماشي غالبا ازاي؟ يعني هاكل حاجه من بره اكيد، بس هحاول اقلل الكربوهيدرات شويه يعني لا خلينا بقى من غير، انت مش بتحاول تعمل حاجه دلوقتي، انت مش مركز مع باكل قليل، يعني هاكل قليل لو انا مش عايز ابوظ قوي. بتاكل ايه؟ يعني عادي قول لي باكل، قول لي بروح الكشك اجيب ساندوتش يعني كريب جميل مثلا. وبعد كده تاكل امتى تاني؟ بالليل بقى لما تروح. بالظبط. خلاص انا باكل حاجه واخر اليوم خالص وبروح انام بعدها على طول كمان. بيتهيألي اللي هو بيقولوا ده شبه حاجات كتير ناس بتعملها هنا، صح ولا يعني انا بشوف انه اللي انت قلته دلوقتي ده بالظبط هو 90% هتلاقي ناس بتعمل كده. يعني هو نفس الفكره، انا صاحي متاخر ونايم متاخر اصلا، وعندي 100,000 حاجه في دماغي.